ولدت الفتاة هيلين في أحد القرى ضمن عائلة تحبها، وعندما بلغت هيلين عاما من عمرها كان الجميع سعداء لأنها وأخيرا قد بدأت تمشي، ولكن السعادة لا تدوم، فقد أصيبت بحمى شديدة، وقال لهم الطبيب بأن حالتها خطرة إذا لم تنخفض الحمى، وبقيت والدتها طوال الليل تعتني بها، وفي الصباح انخفضت حرارتها، وفرح والديها لكنه ما لاحظا شيئا بأن تصرفاتها قد تغيرت، وعندما فحصها الطبيب اكتشف أنها قد فقدت السمع والبصر إثر الحمى، وكانت هذه صدمة كبيرة لوالديها، لكن أملهم بالله كبير ولم يستسلموا لليأس، وحاولوا جعل حياتها طبيعية كبقية الأطفال، ولكنها عاشت في وضع مأساوي يصعب فيه التواصل بينها وبين عائلتها التي عاملتها بالكثير من الحنان والمحبة. وذهب والديها إلى الكثير من الأطباء ولكن لم يكن أحد يستطيع مساعدتها، وعندما بلغت 7 من عمرها اقترح أحد الأطباء على والدها بأن تقوم بتعليمها معلمة من دار المكفوفين، وبدأت المعلمة تعلم هيلين الحروف الهجائية باللمس داخل كف اليد، وبعد عامين من الجهد ذهبا هيلين والمعلمة للبئر لشرب الماء، وعندما لمست هيلين الماء نطقت لأول مرة كلمة ماء، وكم كانت فرحتها عظيمة، فقد انفتح لها باب العالم الخارجي، وكانت فرحة والديها لا توصف. ومع استمرار التدريب أصبحت هيلين قادرة على نطق الكلمات، وأيضا دراسة النحو وآداب اللغة الإنجليزية، ودراسة اللغة الألمانية واليونانية والفرنسية واللاتينية، وتخرجت من الجامعة في سن 24، وهذه القصة حقيقية وحدثت في الواقع. نتعلم من هذه القصة بأن على الإنسان أن يتقبل كل عيوبه ولا يحزن أو ييأس، لأنه ما لن يغيرا شيء، وأن على الإنسان شكر الله على كل نعمه التي وهبها لنا.